السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي الكرام إلى المجلس 13 من مجالس شهر رمضان. اقتربنا من نصف الشهر، يا الله، وكأن الشهر لسه أمس دخل، سبحان الله. أحبتي الكرام، رمضان فرصة من الفرص، فيجب أن نستغل هذه الفرصة أيما استغلال، وليكن هدفنا الأول والأكبر والأسمى هو الجنة. لا نعرف قيمة رمضان أحبتي الكرام إلا إذا خرج رمضان، عندها نندم ولا تساعة مندم. أحبتي الكرام، إذا جاءت الفرصة في توزيع الرواشن وفي توزيع الرواتب وفي توزيع الصدقات والخيرات والسلال الغذائية والمعونات وغيرها من المنظمات والتجار، فإننا نستغل هذه الفرصة ونبكر من الصباح ونمسك طوابير حتى نحصل على شيء من فتات الدنيا. فما بالكم بهذه المحطة العظيمة، محطة شهر رمضان. يجب أن نستغل شهر رمضان أيما استغلال في قراءة القرآن، في الاستغفار، في الذكر، في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، في المحافظة على الصلوات، ومنها صلاة النوافل وصلاة الوتر وصلاة التهجد وصلاة القيام والتراويح وغيرها من الأعمال الصالحة. أحبتي الكرام، ومن استغلال الفرص أن نحافظ على هذا الصيام أيما محافظة، وأن نحذر أن نخدشه أو أن نعطله أو أن نخربه بسيئات أو بمعاصي أو بذنوب، ولنحافظ على هذا الصيام، لأن هذا الشهر موسمي يأتي في السنة واحدة، فعلينا أن نستغله أيما استغلال، وأن نحافظ عليه وعلى أيامه وساعاته ولياليه. فوالله إذا خرج رمضان سوف نندم أشد الندم. أحبتي الكرام، ومن أفضل الاستغلال استغلال ليالي شهر رمضان المبارك في التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وصلاة التهجد وصلاة النوافل. كن مع الله دائما وأبدا، لا تستغل رمضان في الملاهي وفي اللعب وفي السمرات المحرمة ومتابعة المسلسلات والأفلام الماجنة وغيرها. اترك رمضان لله، كن مع الله في رمضان وفي غير رمضان. استغل هذا الشهر أيما استغلال حتى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويكتب اسمك على باب الجنة إن شاء الله. وفي نهاية رمضان أحبتي في الله ينادي مناد من السماء: هنيئا لمن أدرك رمضان وغفر الله له وبشره الله بالجنة، ولا عزاء لمن أدرك رمضان وفرط فيه ولم يكتب اسمه على باب الجنة ولم يغفر له في رمضان فأبعده الله. كونوا مستغلين لهذا الشهر في الأعمال الصالحة والخيرية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى استغلال شهر رمضان المبارك في قراءة القرآن والاستغفار والخير والأعمال الصالحة. وإلى لقاء آخر بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.